عصابة بتقتل عيلة كاملة ولكن بيفضل واحد عشان يقوم بيهم. هنتفرج مع بعض على ملخص فيلم ذا بانشر. يلا بينا. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا في مدينة اسمها تامبا في فلوريدا، واحنا بنلاقي ان في راجل عصابات اسمه بوبي رايح يشتري سلاح من زعيم عصابة اسمه اوتو. ولما بوبي بيكشف على الفلوس وبيخلي الجارد بتاعه يتأكد ان الحاجة تمام، الاف بي اي بتكبس عليهم، ولكن اوتو بيخاف هو وميكي. والله اسمه كده فعلا. ولكن بوبي بيقاوم ولكنه بيتشخرم وبيموت. وفي اللحظة دي اوتو بيتقبض عليه، وبنكتشف بعدها ان دي تمثيلية اتعملت عشان يقبضوا على اوتو لانه تاجر سلاح كبير وقدروا يمسكوه. والاف بي اي بتشكر الشخص اللي ساعدهم في ده، وهو اسمه الحقيقي فرانك كاسل. وهنا القائد بيوجه له الشكر وبيديله ساعة هدية. وبيجيله المساعد بتاعه بيقوله ان من ضمن الضحايا اللي ماتوا واحد اسمه بوبي سنت، وهو ابن هاورد سنت، وده رئيس عصابة صاحب كازينو وأكبر تاجر سلاح. بس فرانك مش بيهمه حاجة وبيقول لهم إنه هيقضي الأجازة مع عيلته وبيسيبهم ويمشي. وبعدها بنلاقي ان ميكي اللي كان معاهم اتخطف من رجالة هاورد، وبيحقق معاه واحد اسمه كوينتن وده من رجالة هاورد. وميكي بيقول له ان بوبي اللي اصر يحضر الاتفاقية عشان كان هياخد نسبة من الارباح، وقال له ان الوسيط ما بينهم اسمه اوتو وان هو اتقتل. وهنا بيوصل هاورد وابنه التاني اللي اسمه جون، وهاورد بيكون غضبان عشان موت ابنه وبيقتل الجارد اللي فشل انه يحمي ابنه، وبيطلب من كوينتون انه يراقب ويعرف مين السبب ورا قتل ابنه. وهنا بنلاقي فرانك مع عيلته بيقضي وقت معاهم، وبعدها بنلاقي هاورد في المشرحة وهو زعلان وبيسأل جيمي رئيس الاف بي اي عن اوتو، ولكن ما بيرضاش يديله اي معلومة وبيطلب منه ما يتدخلش ويسيب الشرطة هي اللي تجيب له حقه. وبعدها هاورد بيجمع رجالته، واضح ان هم عرفوا مين اللي ورا قتل ابنه. وهنا فرانك بيقضي وقت مع العيلة كلها وهم مستمتعين بالاجواء، وبيقابل مانويل اللي بيكون عايش في جزيرة قريبة منهم، وفرانك بيكون عامل حفلة بيستقبل العيلة كلها. وفي اليوم اللي بعده كوينتن بيأكد على هاورد ان السبب في ده كله شخص اسمه فرانك كاسل، وهو ضابط فيدرالي. وهاورد بيؤمر كوينتون انه يقتل فرانك، ولكن اوليفيا بتتدخل وبتقول له من فضلك تقتل العيلة كلها. وهنا فرانك بيتفاجئ ان ابنه جاب له تي شيرت، واثناء ما العيله مبسوطه بيكبس عليهم رجاله هاورد وبيضربوا نار في كل حته. وهنا فرانك وابوه بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، ولكن العصابه بتخلص على العيله كلها. وفرانك بيفجر مكان فيه افراد من العصابه وبيطلع يجري هو وابوه، وبيتفاجئ ان عيلته كلها ماتت ما عدا مراته وابنه. وفي اللحظة دي بيهجم واحد على ابوه وبيقتله، وبيحاول فرانك انه يضربه ولكنه بيتضرب، ولكن ابوه بيساعده وبيطعنه. وبيكون فرانك شايف مراته وابنه في عربية وبيحاولوا يهربوا، ولكن العصابة بتطاردهم، فبيقرر فرانك انه يجري وراهم عشان يلحقهم، ولكن العصابة بتقدر تقلبهم بالعربية وبينزل منها ماريا وويل وبيخبطوا على باب بيت ولكن ما فيهوش حد. والعصابة بتجري وراهم مرة تانية وبيقتلوهم. وفرانك بيوصل متأخر ولكن بيلاقي العصابة جاية تقتله هو كمان، وبيحاول يقاوم ولكنهم بيشخرموه. وبيجي جون ابن هاورد بيقعد يضرب فيه وبيولعه في المكان اللي هو فيه، وبينفجر وبيقع في البحر. بيتفاجئ مانويل بجثة فرانك وبيلحقه، وفي ساعتها هاورد بيحتفل هو والعصابة إن المهمة نجحت وخد حقه. وبنلاقي هنا إن أوليفيا مرات هاورد على علاقة مع كوينتين وبترقص معاه، ولكن هاورد مش متأكد. وبعد ما كان في غيبوبة بيفوق فرانك وبيكون مانويل عالجه، وبيبص في صورة مراته وابنه، والحاجة الوحيدة اللي بتتبقى هو التيشيرت اللي ابنه جابوله. وبيشكر مانويل انه انقذ حياته وبيودعه مانويل وبيمشي. وبيجهز فرانك الأسلحة اللي يحتاجها عشان ينتقم من اللي حصل، وبيعدل العربية بتاعته وبيخليها مصفحة من الرصاص. بعدها بيروح بيعيش في المدينة وبيكون عنده جيران وهم جوان وديف وبومبو. وكان فرانك بيدور على ميكي أول واحد لأن هو اللي هيوصله لهاورد، وبيخطف ميكي وبيعلقه وبيطلب منه معلومات عن هاورد، وبيبدأ يلسوع فيه لحد ما بيقوله ان ده راجل صاحب نفوذ وعنده كازينوهات وتاجر اسلحة وبيعمل كل حاجة حرام. وبيقوله ان كوينتن هو ايده اليمين، وبيتضح ان فرانك ما اذاش ميكي ولكنه كان بيخوفه عشان يتكلم. وميكي بيعرض عليه انه يساعده ولكن فرانك بيرفض وبيقوله ان الانتقام ده يخصني انا لوحدي. وبيبدأ فرانك يتجسس على هاورد ويراقب تحركاته، وبياخد لوحة المعبرة بتاعته اللي عليها اسمه لأنه المفروض إنه مات، ولكنه بيجرها ويحطها على ملعب الجولف بتاع هاورد. وجيمي بيتفاجئ ان فرانك لسه عايش وبيعتذر له انهم ما قدروش يقبضوا على اي حد منهم. وجيمي بيعرض على فرانك انه يسجل اقواله، ولكن فرانك بيرفض سكة الحكومة وبيقول لهم ان هو هيجيب العدالة بنفسه. وبيروح بنك من البنوك الخاصة بهاورد وبيقدر يثبت بتوع الامن وبيخليهم يفرغوا الفلوس ويحطوها في شنطة، وبعد كده بيرموا الفلوس كلها من فوق، واللي هو خلي الشعب ينبسط. وهنا بيتضح ان الفلوس دي بتاعت اخين اسمهم تورو،
وهم بيعاتبوا هاورد ان الفلوس تحت حمايته وكده هو ملزم بيها والا هيقطعوا شراكتهم معاه. وبيجي فرانك لما بيراقب اوليفيا وبيلاقيها دخلت السينما بيدخل عربيتها وبيتصل بكوينتن من موبايل اوليفيا وبيهدده ان لازم يجي الفندق ويندهام والا هيوصل الصور اللي بينهم لهاورد. وبيروح فرانك وبيركن العربية في مكان مخالف عشان تاخد مخالفة وكوينتون بيروح له ولكن مش بيلاقيه. وبعدها فرانك بيرجع العربية مكان ما كانت وبعدها هاورد بيتفاجئ وبيسأل كوينتون هو رجع متأخر ليه. وميكي بيقوله ان كوينتون كان في اوتيل ويندهام وكانت عربية اوليفيا هناك. وهوارد بيسألهم ولكن هما بينكروا ان ده حصل. واثناء ما فرانك بيفطر بيدخل واحد شايل شنطة جيتار واسمه هاري وبيفضل باصص لفرانك وبيطلع الجيتار وبيغني وبعد ما خلص بيقول لفرانك انا عارفك وبيسيبه يمشي. وبعدها فرانك بيركب عربيته واثناء ما هو واقف على الجسر بيلاقي عربية لبست فيه وبيلاقي هاري بيضرب عليه نار ولكن عربية فرانك مصفحة. وبيحاول ان هو يهرب ولكنه كان هيدوس طفلة وبيحاول يتفاداها والعربية بتتقلب بيه وبيوصل هاري في اللحظة دي عشان يقتله ولكن فرانك بيديله بالسكينة في رقبته. بعدها بنروح لهاورد اللي بيكون بيعمل صفقة مع الاخين تورو مرة تانية وفجأة بنلاقي انفجار حصل وبيكون بالقرب من الانفجار جون ابن هاورد وبيكون نط في المية ولكنه بيلاحظ ان فرانك موجود وهو لابس التيشيرت اللي ابنه جابهوله وبيعرف ان فرانك مش جاي يهزر. وبيظهر الاخين تورو وهم غضبانين من هاورد ان البضاعة بتاعتهم انفجرت كلها وقبلها كانت فلوسهم. هنا بيدوله اخر فرصة والا هيزعلوه. وهنا هاورد بيأمر كوينتون يتصل بقاتل محترف روسي عشان يقتل فرانك. وبعدها في اللحظة اللي فرانك بيفتح فيها الباب بيلاقي باب تاني هجم عليه وعمال يدشمل فيه وبيضربه ولكن مفيش حاجة بتحصل وفرانك مش قادر عليه. بس فرانك بيحاول يديله بالسكينة ولكنها ما بتحوقش فيه طبعا وبيقوم هو اللي راشقها له في كتفه. وبيكون فرانك مع الجيران وفي اللحظة دي الجيران بيكونوا في عالم موازي وعمالين يرقصوا على مزيكا عالية. في اللحظة دي بيكون فرانك بيحاول يعافر قدام الهجمة ده وعمال يتضرب وكأني شفت المشهد ده قبل كده. احترم نفسك يا ولا عبد الله انا هموتك والله العظيم ما هيكفيني فيك فلوس. لحد ما فرانك بيدخل عليهم وهو مضروب والراجل بيمسكه وبيخنقه ولكن فرانك بيقدر يمسك الحلة وبيقوم مديله بالمية المغلية اللي فيها. بعد كده بيقوم واخده حتة سبير كده على السلم على تحت وبيقدر فرانك ان هو يخلص عليه. بعدها بيرفض فرانك ان هو يروح مستشفى وبيطلب منهم ان هم اللي يعالجوه. وبعدها بيلاقوا ان رجالة هاورد جم لحد عندهم وبيخبوا فرانك في مكان سري. ورجالة هاورد بيمسكوا ديف وبيعذبوه عشان يتكلم ويقول لهم فرانك موجود فين. ولما بيزهق وما بياخدش معلومة مفيدة بيمشي ولكنه بيخلي 2 حراس على الشقة عشان لو فرانك ظهر. وبيخرج فرانك بعدها وبيقولوا له ان في 2 من رجالته وبيقوم فرانك مخلص عليهم. وبنروح بعدها لكوينتون وهو مروح بيته ولكن بيتفاجئ ان هاورد في شقته وانه لقى فيه الحلق بتاع اوليفيا وبيتأكد ان في بينهم علاقة. وبيقدر هاورد يقتل كوينتون بكل سهولة وبيخلص منه وبيروح لأوليفيا وبيواجهها ولكنها بتنكر واخر ما بيزهق بياخدها وبيرميها على قضبان سكة حديد وبتموت. وهنا فرانك بيجهز الأسلحة بتاعته عشان هيعمل حملة على بيت هاورد ويزرع قنابل في العربيات بتاعت هاورد وفي المداخل وبيلغم المكان كله. وبيسمع فرانك ان في حد نازل البار عشان ياخد مشروب فبيحط لهم قنبله كمان في التلج واول ما بيبتدوا يجهزوا المشروب القنبله بتنفجر فيهم. واول ما حصل الانفجار بيظهر فرانك وبيقعد يضربهم بالنار وبيحاول هاورد انه يهرب وبينجح ولكن فرانك بيلاقي ان في خرسانه واقعه على جون ابن هاورد وما بيرضاش يقتله وبيسيبه يموت بالبطيء. وبيطارد هاورد وبيضربه بالنار وبيوصل فرانك وبيقول له انا اللي عملت فخ وكوينتون واوليفيا مظلومين محدش فيهم كان بيخونك وانا اللي خليتك تقتله. وبيسحب هاورد وبيربطه في العربية وبيلغم العربية وبيمشيها وبتنفجر العربية هي والعربيات بتاعته كلها اللي هو اصلا كان ملغمهم كلهم. وطبعا مع الانفجارات دي كلها هاورد اتعمل سندوتش شاورما سوري. وبيخلص فرانكو مهمته وبيرجع بيته وبيبص على صورة مراته وابنه وبيفكر ينتحر وبياخد المسدس عشان يقتل نفسه بس بيتخيل ان مراته بتشاور له انه ما يقضيش على نفسه فبيعقل كده وبيفوق وبيجهز حاجته وبيمشي وبيقول لهم انا سبت لكم فلوس تعالجوا ديف. وبيرجع ديف من المستشفى بيلاقوا فرانك سايب لهم فلوس كتير. وبيخلص فيلمنا ان فرانك اصبح مصدر انتقام لاي حد بيفكر يرتكب جريمة او بالبلدي كده معاقب لاي حد شمال. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.